هناك امرأة عراقية كانت تسكن في بغداد على ضفاف دجلة، ولها طفل صغير عمره 7 أشهر. فجاء يوم عاصف وهب الطوفان وجاءت العاصفة وجاء المطر الغزير، فأرادت أن تهرب وأن تقطع نهر دجلة إلى الضفة الأخرى فتنجو بنفسها وينجو معها صغيرها، لكنها لا تجيد السباحة بشكل جيد، والطفل صغير ومن الصعب أن تتركه، فإن بقيت معه فيموتان معا. فأخذته ولفته ووضعته على رأسها وجعلت تقاوم النهر والطوفان والعاصفة والمطر شيئا فشيئا حتى قطعت به النهر ونجيا معا. وأصبحت تعمل وتعمل من أجل تحصيل قوت يومه. ثم لما كبر وأصبح غنيا وأصبح له زوجة رماها في دار المسنين، فقالت هذه الكلمات تستذكر أيام عبرت به النهر، فقالت: عبرت الشط على مودك وخليتك على راسي، وكل غطى أحس بالموت وقوة أشهق انفاسي، وكل هذا وقلت أمرك أحلى من العسل مرك، وإن تريد أروح وياك بس لا تجرح إحساسي، وليش قصرت وياك وش تطلب بعد أكثر، على صدري تنام الليل وأقول ارتاح وأنا أسهر، ظهر وعيوني بعيونك وأنت عيونك لغيري، فضلتك على روحي وضاع وياك تقديري، عبرت الشط على مودك خليتك على